ايوه حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده كده معانا تتبيله البانيه، هنتبلها ونشوف هنتبلها ازاي. معانا كميه بانيه اهي، مغسوله متصفيه وكل حاجه. ومعانا توابل اهي، التوابل ملح وفلفل وشطه كركم وكمون وقرفه، عشان القرفه كمان بتخلي البانيه طعمه جميل جدا. ومعانا برضو في طبق هنا اهو بتاع ده بصل وثوم. لازم البصل والثوم دول جمال جدا، بيمنعوا الامراض، بيمنعوا كل حاجه، وبعدين كمان بيشيلوا زفاره، بيشيلوا اي حاجه موجوده. ومعانا طبعا ايه، بيضتين اهو، ادي بيضه وادي بيضه. طيب هننزل اهو بالثوم والبصل على البانيه، وبعدين هننزل بالتوابل اهو برضو. بعد كده بقى هننزل ايه بالبيضه، وننزل بالبيضه التانية. تمام كده. ونبتدي بقى نقول بسم الله كده ونقلبهم، نقلب فيهم اهو، علشان خاطر ايه، كل الخليط كده يخش في بعضه. احنا بنسيبه شويه طبعا، يعني مش يعني مش بنبهره كده ونحمره على طول، علشان خاطر ايه، ما بيديش ريحه ولا نكهه حلوه، يعني تحس ان التوابل مش داخله في قلبه. فاحنا بقى النهارده ايه، هنتبله اهو. بص كله دخل في بعضه، الثوم بقى والبصل بقت ريحتهم حلوه جدا. معانا المكرونه بتتسلق اهي، طبعا لازم البانيه مع المكرونه، دي اكله شهيره يعني، لازم البانيه مع المكرونه، او في ناس بتعمل جنبه رز يعني، بس الاكتر بيبقى البانيه مع المكرونه اهو كده. تمام. المكرونه معانا بتتسلق، والبانيه اهو. بصوا بعد التتبيله هسيبه بقى ايه شويه زي ما هو كده في تتبيلته. حطيت له كل المكونات بعد ما غسلته غسله كويسه، واسيبه في التتبيله يشرب من التتبيله، والتتبيله ايه تشرب منه كده، بحيث ان يبقى طعمه كله ايه مبهر يعني اهو بالشكل ده كده. حطيته في طبق. على المكرونه ايه هنصفيها. بصوا حبايبي، بالنسبه للمكرونه حطيت لها شويه سمنه وشويه زيت، وحطيت لها الثوم، اهم حاجه الثوم زي ما قلت لكم قبل كده اهو. ونقلبها كويس عشان الثوم كده ياخد راحته شويه بالشكل ده كده. ومعانا هنا اهو حبه صلصه. بصوا يا جماعه، انا جربتها كتير بالطماطم، لقيتها بصراحه مش عارفه يعني، والاكل اذواق سبحان الله، بس هو بالطماطم تحس ان طعمها كده مية شويه. فجربتها بصراحه بكياس صلصه او علب الصلصه، بصراحه جميله جدا جدا، وحسيت ان طعمها كده جميل وفيها طعم المكرونه وحلوه يعني. وجبت كمان طماطمتين اهو، وفلفلايه رومي كبيره او 2 صغيرين، جبتهم برضو اهو عشان احطهم عليها. معانا التومه بتتحمر اهي. بصوا يا جماعه، والله هي حاجات سهله مش صعبه يعني، بس هو الواحد بيعملها معاكم عشان بيعملها بمحبه والله، يعني حاسس كده ان هو مبسوط وبيشجع وبنشجع بعض ان احنا نعمل اكل، او الاكل يطلع حلو عشان نوريه لبعض وكده، فتحسي بقى ايه يعني بتشوق كده ان انت عايزه تعملي اكل يعني. وهتحطي عليهم اهو، هننزل بالفلفل والطماطم عشان يتبلوا شويه. بسم الله اهو. طماطم يعني ايه، اول حاجه التومه يا دوبك بتصفر كده. ومعانا الايه
الطماطم. بسيبها بقى ايه شويه، دقيقتين كده بس. نسيبها كده شويه دقيقتين اهو. نقلبها برضو ما ننساهاش. نفضل نقلب فيها اهو شويه كده، وننزل عليها بالايه، بالطماطم. والله يا جماعه بس يا ريت تجربوا الطماطم وتقولوا لي ايه اخبارها ايه معاكم، عشان خاطر طعمها بالصلصه زي ما قلت لكم حلو جدا اهو. نسيبهم بقى كده ايه يهدوا شويه مع بعض، نغطي عليهم، بعد كده هنرجع نشوفهم هيبقوا شكلهم ايه. بصوا يا حبايبي البانيه معانا اهو بيتحمر بعد ما تبلناه وحطيناه في البقسماط وظبطناه التظبيطه اللي هي يعني اهو. معانا كمان المكرونه اهي بعد ما اتغرفت. بصوا بقى تحسوا ان فيها فلفل وفيها طماطم وفيها كل حاجه اهي متظبطه اهي تظبيطه تمام. بص ده بتنجان انا كنت عاملاه بقى اهو، برضو حاطه له طماطم وحاطه له فلفل. لازم يا جماعه كل حاجه تدخلوا فيها الالوان الخضراء والحمراء والحاجات اللي هي الطبيعيه بتاعتنا الجميله دي، ما تستهونوش بيها والله، بتقوي المناعه، بتخلي الحاجه جميله جدا جدا. فبصوا دي اهو بتنجان محمراه وحط عليه طحينه وبتنجان اساسا كله فايده وهو جميل يعني كله فايده. وبعدين حطيت عليه توم وتبلته عادي. وبعد كده بقى ايه رحت عاملاه ان شاء الله كده الاكل يعجبكم باذن الله، وتقولوا رايكم فيه ايه. وتسلم ايدينا وايديكم كده والله. الواحد نفسه يقول لكم تعالوا كلوا معانا، بس ايه بقى مش عارف يعني. يلا اكلكم كلتوا بقى، احنا كلنا اكلكم كلتوا. بصوا بقى يا حبايبي اهو البانيه ابتدى يطلع. بصوا شكله جميل ازاي، شكله حلو خالص اهو. بس انا بقى هكمل طبعا بقيت تحميل الكميه بتاعتي وايه بعد ما اقفل معاكم يعني. اهو منظر المكرونه، منظر البتنجان والبانيه. يلا بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب.